أهلا بكم في نشرة أخبار الذكاء الاصطناعي الأسبوعية. توجد كنزة ليلي، وهي مؤثرة مغربية افتراضية بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي. وتتمتع كنزة ليلي بنحو 200 ألف متابع على منصة إنستغرام و45 ألف متابع على منصة تيك توك. ونافست كنزة ليلي على اللقب الهندية زارا شتفاري، والتي تشجع بني جنسها على أن يكونن مؤثرات في الذكاء الاصطناعي، والتركية أسينا أليك التي تهتم بحقوق الأطفال، والفرنسية لالينا التي تسعى إلى تسهيل التعاون وتعزيز التفاهم بين الثقافات، وأيانا الرومانية التي تدافع عن حقوق المنبوذين وتخص على التسامح والمساواة. وأطلقت المسابقة منصة فنافيو البريطانية لتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق الذكاء الاصطناعي كونهن من أكثر ضحاياه، وجسد اختيار كنزة للقب لتعزيز المساواة بين الشعوب ومحاولة نفي صفة التهديد الذي يشكله ضدهن. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة. دمتم بخير.